Salam, j'espère que vous allez bien. Il a été la première fois de faire la vidéo تاعي. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. هكذا باش la chaîne تزيد تكبر ونزيد نبارطاجي معكم plus de recettes. جيت نبارطاجي معكم اليوم لا ريسيت هاد لي كوكا بعجينة سهلة تجي مورقة بلا ما نعملو فيها زبدة التوريق، تجي خفيفة وما تجيش يابسة، وراني سيغ لو كان تسيوها ما تزيدوش تستغناو عليها. تفرجوا معايا لا ريسيت حتى التالي باش تعرفوا على الوصفة. نبداو لا ريسيت بالمقادير تاع العجينه. نحتاجو 3 كيسان كبار تاع الفارينو، نزيدو لهم ملعقه صغيره تكون معمره مليح تاع الخميره الكيميائيه، ونصف ملعقه صغيره تاع خميره الخبز. الوغ لو رول تاع الخميره تاع الخبز هنا العجينه كي طيب ما تجيش يابسه. نزيدو الملح على حسب الذوق، ونزيدو 8 ملاعق كبار تاع الزيت. ونلمو العجينه بالماء يكون نورمال بدرجه حراره الغرفه. دونك نلمو العجينه ما نعجنوهاش بزاف، نحتاجو غير نلموها هكذا بالاصابع، ونلمو العجينه ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش طريه بزاف. دوك تشوفوا القوام تاعها في لا فيديو. دونك هنا مور ما لميتها نعملها على سطح العمل ونخدمها غير شويه باش هذوك المكونات كامل يتخلطوا مليح مع بعض. دونك هنا مور ما لميتها راكم تشوفوا العجينه دونك طريه و ميم طون ماشي طريه بزاف. نجيب هنا نرشها بشويه تاع الفارينو، دونك ديريكتومون ما نخليها لا تريح لا والو. نرش لو بلان دو طرافاي بالفارينو ونحلها على سمك يكون رقيق بزاف، وخصنا نحلوها مستطيل. دونك عملوا مستطيل ما تعملوش مربع. دونك نحلوها مستطيل يكون طويل بزاف وعلى سمك يكون رقيق. هنا مور ما حليتها كامل، دونك هي ريها كبيره اكثر غير ما تبانش مليح هنا في لا فيديو. هنا عندي خليط، عندي زبده ذوبتها ونزيد لها ملعقه صغيره ممسوحه تاع المايزينا. الوغ ما نكثروش المايزينا باسكو كاين بزاف الوصفات اللي يعملوا المايزينا بزاف والبنه تاع المايزينا تجي باينه. دونك كي نعملو نصف ملعقه صغيره عفوا تكون ممسوحه، البنه تاع المايزينا كامل ما تجيش وتجي مرقه كيما لاباط فيتي. دونك ندهن كامل هذاك السطح تاع العجينه بهذا الخليط. دونك الزبده كميه الزبده عملوا عينيكم ميزانكم على حسب نتوما شحال حليتو العجينه. مهم نعملوها في كامل السطح. هنا مور ما دهنت كامل الوجه تاع العجينه بالزبده المايزينا ندور. دونك ندورو من جهه العرض ماشي من جهه الطول، نبداو نروليو العجينه حتى نكملوها كامل. وهنا مور ما روليتها نسقد الجوانب ونقسمها على زوج.
نغلفها بشكارة تاع الكونجيلاتور ولا بابي فين ونعملوها ترتاح في الفريجيدار ولا في الثلاجة لو طون اللي نسقدو لو طون اللي نعملو لافارس، وهذيك الزبدة تزيد تبرد. الوغ لافارس انا عملت الزيت وعملت 2 بصلات كبار كنت طحنتهم في الغوبو، نزيدو التوابل الملح ولا التفاوه ولا الفلفل الاسود ونعملو هذيك البصل تدبال. دونك هنا كي دبلت البصل انا جبت غير شويه تاع لي زيسكالوب اللي كنت رحيتهم حتى هما. دونك لافارس تقعد على حسب الاختيار تاع كل واحد فيكم على حسب واش عندكم. وهنا زدت زروديه واحده غابي مع فروماج، دونك عملت فروماج فوندو مع فروماج غابي، دونك نتوما نعملوا واش عندكم ونعاود نردها على النار غير لو طون لهذاك الفرomاج يذوب والزبده والزروديه تزيد تدبل شويه. وهنا مور ما كملت زدت 2 ملاعق صغار تاع لي زيبيس تاع الدجاج، توابل الدجاج. هنا مور ما ريحت العجينه دونك نرفد نصف واحد، نرش لو بلان دو طرافاي بالفارينو ونحلها على سمك يكون رقيق على حساب الصينيه اللي عندكم. دونك حلوها مليح مستطيل. دونك هاد العجينه سهله، ما تقعدوش تطوي وتعاودوا وتجي مرقه كيما اللي شفتو في الديبي تاع لا فيديو. هنا مور ما حليتها نرفدها بالواسطه تاع الغولو ونعملها على الصينيه اللي كنت عامله فيها بابي كويسون، نعاود نسقدها مليح على حساب لي ديمونسيون تاع الصينيه ونعمل هذيك لافارس. دونك نعمل هذيك لافارس في كامل السطح تاع هذيك العجينه باش تكون نيفو واحد نسقدوها. وهنا كنت بلعتها بالعجينه الزابجه. وهنا نحي الاطراف، دونك هذوك الزوائد كامل نتخلص منهم. نزير مليح باش نبلع العجينه الفوقانيه والتحتانيه مع بعض ونحي الاطراف. وهنا كنت مسخنه الفوق تاعي على درجه حراره 200 درجه من فوق ومن تحت. الا عندكم فوق تاع الغاز قديو عليه غير من تحت، كي طيب من تحت قديو من الفوق. هنا نجيب بيضه واحده ونعملها ملعقه كبيره تاع الخل وندهن السطح بالبانسو. نجيب خدمي يكون حاد ونطراسي دونك مستطيلات، ما نهبطوش حتى لتحت. دونك انا قسمت العجينه على نص وكل نص عاود قسمته على 2
دونك انا هنا بلا لام زدت عملت هاد الخطوط. وهنا رشيتها بالثانوج والججلان. دونك نتوما نتجمو تعملوا الزيتون ولا واش ما يكون عندكم. انا مهم مديت لكم الفكره تاع العجينه اللي سهله وتجي مرقه بلا ما تقعدوا تطويو وتعاودوا وبالخف توجد، ما فيهاش بزاف تاع المكونات. دونك هوادي الكوكا مور ما طابت حمروها مليح. انا رفدت مني 50 دقيقه وهي طيب، دونك حمروها مليح باش هذيك العجينه تتورق غايو. دونك هوادي مر ما حطيتها في طبق تقديم. دوك نحل معكم وحده باش تشوفوها كيش جات من الداخل. ان شاء الله غرفتنا نهار اليوم تكون عجبتكم. لا سيتوها كتبوا لي في لي كومونتير كي جاتكم، والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله.